N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. وانطلقت عملية بيع تذاكر مباراتي نصف نهائي كأس الجمهورية المقررتين الجمعة والسبت. انطلقت مساء الأربعاء عبر المنصة الرقمية تذكرة سعر التذكرة الواحدة 500 دينار جزائري. للتذكير يستضيف شبيبة الثورة ضيفه جمعية تشلف يوم الجمعة بملعب ميلود هدفي بوهران ابتداء من الساعة 6، فيما يلاقي شباب الوزداد مضيفه نجم مجرة في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة يوم السبت على الساعة 6 مساء. نبقى دائما في الساحة المحلية لكن مع جديد الأندية. في صيف اندمج قائد الوفاق عبد المؤمن جابو في المجموعة بعد أن غاب عنها، وشارك أيضا في اللقاء التطبيقي الذي برمجه المدرب بلال زيري للوقوف على جاهزية لاعبيه استعدادا للقمة المنتظرة أمام شبيبة القبائل في الجولة 24 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. وشهدت التدريبات الأخيرة لوفاق سطيف التحاق المهاجم أكزيز في الوقت الذي طمأن فيه أيضا لاعب الوسط نسيم يطو بشأن إصابته في الكاحل. وفي صيف دائما أكدت الولاية الأربعاء أنه تم رفع التجميد عن مشروع ملعب صيف الجديد. ونشرت ولاية صيف بيانا جاء فيه أنه حرصا على إعلام المواطنين والتواصل معهم وتزويد الرأي العام بكامل المستجدات، يعلم والي الولاية كافة السكان صيف بأنه قد تم رفع التجميد عن مشروع أو دراسة الخاصة بإنجاز ملعب متعدد الرياضات والذي يتسع ل50,000 متفرج بصيف وفي وهران. تحدث أو أكد والي ولاية سعيد السعيود أن المولودية المحلية ستستقبل منافسيها الموسم المقبل في ملعب ميلود هدفي. وقال والي ولاية وهران أنه من غير المعقول أن يبقى ملعب بحجم ميلود هدفي مغلقا طيلة العام في الوقت الذي يحتاج فيه إلى فتح أبوابه لتوفير العائدات الكفيلة بأعمال الصيانة والمحافظة عليه. ميلود هدفي أنا نقول لكم حاجة، أنا في القريب العاجل رايح ندير طلب ورايح ننسيستي باش نعطيه للمولودية تولي تلعب المقابلات التم. من غير المعقول أنك تبني ان كومبلكس توريستيك ب 400 مليون أورو وتخليه مغلق. Il se dégrade, tu n'arriveras jamais à l'entretenir, quels que soient les efforts que tu fais. يا خويا معليش، خلي المولودية تلعب فيه. غدوة أنا نقول لكم حاجة، كاين بزاف ناس تقول له روح لزبانة ما يروحش. مع احتراماتنا هذا ملعب تاريخي، ملعب زبانة ملعب تاريخي والاسم اسم ثقيل جدا، ولكن نروح لتما يقول لك ما كانش لا تريبيون، سي با كوفر، سي با كدا، ما كانش لي مويان، ما كانش يا با داكتيفيتي، ني با اتراكتيف. يقول لك انا بصح غدوه كنت ندير الميلاد هدفي يروح الميلاد هدفي باسكو سي ان ستاد مودرن. وفي بداية أكد الوالي كمال الدين كربوش في تصريحات إذاعية أكد أنه تم رفع التجميد عن مشروع تشييد ملعب عصري في بداية يتسع ل30,000 متفرج. On a levé le jet plus de 60 opérations auparavant. Je vais l'annoncer, Inch'Allah, c'est une bonne information pour la population de Bidjaya, surtout les sportifs, surtout avec le sport.